الإنسان ليس هناك أسوأ من الإنسان المدرك لمزاياه، فهو يخلق الانطباع بأنه يفكر بها في كل لحظة. حين نمعن النظر في الناس لا نجد أي أحد منهم يمكننا أن نحسده. أي استنتاج من هذا؟ لا شيء عدا النجاح يمكن أن يفسد الإنسان، حتى النخاع. اطرد الناس من أفكارك، ولا تدع شيئا من الخارج يلوث وحدتك، واترك للمهرجين هموم البحث عن شبيهين بهم، فالآخر يقلل من أهميتك، ولأنه يدفعك إلى أن تؤدي أحد الأدوار، وأزح من حياتك الإيماء، وامسك فقط بما هو جوهري. الشكوكي هو الإنسان الأقل غموضا في العالم، إلا أنه في لحظة معينة لا يكون من هذا العالم. من جوهر الزمن يقترب ذاك الذي يعرف كيف يبذله، إنه الإنسان عديم النفع. حين يبدأ الإنسان التفكير بأي شيء تأتيه رغبة لا تقاوم في أن يتدحرج من الضحك. كل ما يفعله الإنسان يبدو مصطنعا وغير ضروري. الحيوان وحده يلقى في عيني الرحمة. أي عبث حين يذهب هذا القرد إلى المكتب، يوصد الباب على نفسه هناك، ويجلس وراء الطاولة، ويبقى هناك لساعات طويلة. كلا، إن أردأ حيوان وليس الإنسان يكون الأقرب من الحقيقة. أمر لا نقاش فيه. الإنسان ذو رائحة نتنة، ومن يملك حاسة شم حادة بصورة مرضية عليه أن يتجنب حضور الناس. قد يتحسن الإنسان، لكن في حالة واحدة فقط، حين يفقد الطموح عن طريق مصادفة ما. إذا كان علينا أن نفكر بالعلاقات بين اثنين أو أكثر من الناس الذين يعملون في الحقل نفسه، لا علينا أبدا أن ننسى تاريخ قابيل وهابيل، فهنا المفتاح للعلاقات بين الناس. أما الباقي فهو مجرد نظريات وزخارف. الإنسان الطموح، وحتى لو كان مليئا بالخصال الطيبة، قد يكون شريفا في الخارج فقط، ولنصدق اللامبالين فقط. لا تقاس قيمة الإنسان إلا بما لم يفعله في لحظات تمالكه النفس واستغراقه في التفكير. السر الكبير لكل شيء الشعور بأنك مركز العالم، وهذا بالضبط ما يفعله كل إنسان. ينقسم الناس إلى مرتبتين: الباحثون عن معنى الحياة، والآخرون الذين لم يعثروا عليه. كذلك هناك الذين عثروا عليه ومن دون أن يبحثوا. كم هي صعبة العلاقات مع الناس! العزاء الكبير هو فكرة أنه توجد الأشياء أيضا. عندما سمحت الطبيعة بظهور الإنسان، ارتكبت فعلا أكبر من الخطأ: اغتالت نفسها. هناك صنفان من البشر لا أطيقهما: الذين يعجبون بكل شيء، والذين لا يعجبون بأي شيء. وإذا كان علي أن أختار، فأنا أفضل الأوائل. لا شيء يقارن من ناحية الشدة بكراهية الإنسان العجوز، فالشعور بالأذى لا يضعف مع تقدم العمر، بل يشتد.
يتكلم الناس عما هو مخف فقط، وعيوبنا التي تسبب أكبر قدر من الخجل هو الموضوع المفضل الحديث أكثر من غيره. وكلما أخفينا بحرص أكبر أحد أخطاء الماضي تكون أكبر رغبة الآخرين بالعودة إليه والتعليق عليه. ما هو تأنيب الضمير؟ إنه الرغبة في أن يشعر الإنسان بأنه مذنب، واللذة في أن يكون مهموما، والشعور بأنه أشد سوادا مما هو في الواقع. حين نعارك أحدا نكون بالضرورة واقفين معه على المستوى نفسه. الأعداء هم متشابهون فيما بينهم بل أكثر. العدوان هو الذي يمكن أن يفرز لنا إنسانا واحدا لكنه مقسوم. يذكر كل إنسان معذب من الغرب ببطل من دوستويفسكي، لكن مع رصيد في المصرف. قال الإنسان كل ما لديه لقوله، وعليه أن يستريح الآن، لكنه لا يوافق على ذلك. بالرغم من أنه وصل مرحلة التدهور، لا يزال يدور في مكانه كما لو أنه وجد نفسه عند عتبة تقدم مذهل. في حديقة الحيوان تتصرف جميع الحيوانات بصورة محتشمة أحد القرود. واضح أن الإنسان صار قريبا من هناك. يحيا الإنسان في الزيف طالما لا يتعذب، لكن حين يبدأ العذاب يجتاز مملكة الحقيقة، ولغرض واحد لا غير، كي يتحسر على الزيف. هل التجربة المسماة بالإنسان فشلت؟ نعم، في حالة آدم. لكن يبقى هناك سؤال: هل سنملك ابتكارات تكفي كي نؤدي دور المجددين ونضيف شيئا جديدا إلى هذه الهزيمة؟ حاليا لنبقي على خطأنا بأننا أصبحنا بشرا، ولنسلك كمهرج السقوط، ولنكن خفيفين بصورة فظيعة. هل سينهض الإنسان في وقت ما من الضربة المميتة التي وجهها للحياة؟ الناس ذو القابليات الهادئة هم الثرثارون وحدهم، أو الصامتون، من تخلوا عن أي سر كان، أو من جمعوا الكثير من الأسرار في دواخلهم. النجاح لا يحققه غير الفلاسفة والأديان التي تمدحنا سواء باسم التقدم أو الجحيم. والإنسان يشعر سواء أكان ملعونا أو غير ملعون بحاجة مطلقة إلى أن يكون في مركز كل شيء، حتى أنه لهذا السبب لا غيره هو إنسان، وأصبح إنسانا. ولو أنه شعر يوما ما بانتفاء هذه الحاجة، لكان عليه أن يتخلى عن مكانه لحيوان آخر أكثر فخرا وجنونا. لو كانت الولادة ممكنة قبل ظهور الإنسان، عدوان هما الإنسان نفسه، لكنه مشطور. يمكن الوثوق بأن الإنسان لم يصل أبدا العمق الذي لا يقارن بالآخر الذي عرفه خلال قرون من المحادثة الأنانية مع ربه. في جوهره الأعمق يطمح الإنسان بالعودة إلى حالة ما قبل الوعي. في كل مكان ظهر فيه الناس المتحضرون اعتبرهم السكان الأصليون أرواحا شريرة أو أشباحا أو أطيافا. لم يكونوا أحياء في نظر أولئك، وهذا حدس لا نظير له
وشعور مسبق لم يعرف في أي زمن. بين الناس المرضى بالأبدية وبين من عندهم المناعة ضد هذا المرض تمتد هاوية أعمق، هي أعمق من تلك التي بين الملاك والضفدع. عزلة الإنسان أراها لأكثر من مرة بهذه الصورة: مشهد طبيعي شتائي، الثلج الراقد كتجسيد للبراءة، صمت أبيض، ضباب شفيف يؤطر المكان، وهناك الإنسان المتحفز إلى التمرد وغير الناظر إلى المشهد الطبيعي والغريب في الطبيعة والمنفى وسط ذرات الثلج. كل إنسان هو جلاد لم يكتمل بعد. الإنسان يفرز الشقاء. حين تتوجه أفكاري دائما صوب الإنسان تغمرني الشفقة، إلا أني لا أفلح بأي طريقة في العثور على أثره. التمزق في الطبيعة يتطفل في التأمل. كل الأنوات تبكي. الجديد الذي جاء به الإنسان هو الدموع فقط. حين أفكر بالإنسان أرى ظلالا فقط، وحين أفكر بالظلال لا أرى غير نفسي. يخفي كل إنسان في داخله مجنونا يحول الكون، وهو مدفوع بشعور الكرامة إلى دار للمجانين. إذا أراد الإنسان أن يكون سعيدا فليس مسموحا له أن ينبش في الذاكرة. عندما يكره المرء أحدا يعطي الدليل على أنه جدير به، ولا فرق جوهري بين الاثنين. الطغيان يسند الفرد أو يقويه، الحرية تضعفه وتجعل منه دمية، فالإنسان يملك فرصا أكبر للإنقاذ بفضل الجحيم وليس السماء. إذا كان الإنسان ينسى بمثل هذه السرعة أنه ملعون، فالسبب هو أنه كان هكذا على الدوام. ألا تملك أي شيء مشترك مع البشر عدا أمر واحد، هو أنك إنسان. الإنسان ذو البصيرة النافذة والمراقب عواطفه يقيس بلا انقطاع حماه، وعلى الدوام يراقبها ويخضع لفروض حزنه. بالنسبة للعقل الصافي تكون المعرفة مديحا للفيزيولوجي.